سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم غادي نصاوب معكم كما راكم تشوفوا الخليع بطريقه سريعه وسهله. بالنسبه لهاد الكونتيتي هي ماشي كبيره، كونتيتي صغيره. المهم انا خديت اللحم ديال الغنمي، قطعته مربعات، قطعته طريفات صغار، وخديت الشحمه ديال الكبده حتى هي قطعتها مربعات صغار. المهم داك اللحم غسلته ودرتو يستقطر، وتبلته بزرعه القزبر وشويه د الكمون والملحه وبيدتو ليله كامله. المهم من بديت نطيبو حطيت الشحمه وزدت فوقها هذا الخليط ديال سميتو، هذا الخليط ديال اللحم، وزدت فوقهم تقريبا كاس الا ربع ديال زيت الزيتون مخلط مع زيت المائده، يعني الزيت العاديه. والمهم كما كتشوفوا ما درت لا ما لا والو، خليته يطيب حتى غادي توصل لواحد المرحله بحال اللحم غادي يبدا يتقلى. المهم خليته يطيب حتى يوصل لهاد المرحله ان اللحم كيتحمر كما راكم تشوفوا، وكينشف من داك الماء اللي فيه، غير الماء دياله. المهم كينشف تماما وكيتحمر. غادي نحيدهم على النار وغادي نحيد هاد اللحم، غادي نديرو في بواطه، وديك الشحمه اللي غادي تبقى غادي نديرها ببواطه اخرى. غادي نستعمل ديك الشحمه غادي نستعملها مع البصله في المسمن. شي نهار ان شاء الله ندير المسمن بالشحمه وغادي نوريكم الطريقه. ما كيعجبنيش الخليع اللي كينشروه في الشمس، الريحه ديالو كتجي مجهده، يعني ما نقدلهاش. وكما راكم تشوفوا هنايا دابا راني درتو غادي نصاوب مع البيض في الصباح. الصراحه كيجي لذيذ بزاف بزاف. ما زدت فيه حتى حاجه، لا ملحه لا كمون، درت غير داك الخليط وزدت فوقو لاخر، زدت فوقو البيض. وبالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. فرجه ممتعه، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.